يا مساء الفل، عاملين ايه؟ احنا الابس دي اتأخرت، نزلتش يوم السبت بالليل، هنزلها يوم الحد 12 4. عشان بس امبارح كان ليلة العيد فما لحقتش انزلها، حقوا عليا يعني. فتعالوا نشوف النهارده هنتكلم عن ايه. النهارده ابيسود 4 من السيريز اللي اسمها دوكر لايكا برو. هنتكلم فيها عن الكونتينر فايل سيستم. ولو فاكرين احنا قبل كده اتكلمنا عن فكرة الكونتينر versus VM وايه الفرق ما بينهم، وكلمنا عن فكرة الكونتينر ايزوليشن using concept او feature في الكيرنل اللي هي اسمها النيم سبيسز، ومعاها السي جروبس اللي بقدر بيها كنترول كل كونتينر يقدر يستخدم قد ايه ريسورسز وما يخرجش منها، عشان اقدر اتاكد ان مفيش كونتينر ياثر على الهوست ماشين او كونتينر ياثر على كونتينر تاني running معاه على نفس الهوست ماشين. النهارده هنتكلم عن الكونتينر فايل سيستم، ازاي الكونتينرز تقدر تريوز السيم هوست، بس في نفس الوقت كل واحد فيهم عنده الايزوليتد فايل سيستم بتاعه. الفكره ببساطه في كونسبت اسمه الاوفرلاي فايل سيستم. الاوفرلاي فايل سيستم ده الفايل سيستم اللي الدكر بيستخدمه، وهو الكونسبت ده قايم على ايه؟ ان انا اقدر using multiple layers stacked فوق بعض اقدر اكرييت فايل سيستم في الاخر، اللي هو شويه دايركتوريز وفايلز جوه بعض يعني. طيب يعني ايه الكلام ده؟ برضو دايما بنسمع ان في دوكر انت بتكتب الدوكر فايل بتاعك، بتكتب شويه كوماندز، بتكتب ران كوماند حاجه معينه، ران كانت معينه، وهكذا. وبنسمعها دايما ان كل كوماند من دول هو بيكريت لاير بالنسبه لي، بس ممكن منبقاش فاهمين بالظبط ده يعني ايه اللي بيحصل في الباك جراوند. خليني اشرح لك ان في الاوفرلاي فايل سيستم انت بيبقى عندك حاجتين اساسيين: دايركتري والابر دايركتري. بما ان هو ستاك فهو بيبقى اللور وبعد كده الابر، لو هنبص لها بشكل فيرتيكال يعني. الايمج الدوكر ايمج اللي انت بتكتب لها الدوكر فايل هي اللي بتكريت اللايرز اللي في اللور دايركتري دي، هي دي اللي بتبقى فيها اللايرز اللي في اللور دايركتري، ودي بتبقى بعد كده ريد اونلي، ما ينفعش تغيرها. يعني لما تيجي تران كونتينر يوزنج الايمج دي او من الايمج دي كبلو برنت، اي لاير كرييتد هنا بتتحط في اللور دايركتري بتبقى ريد اونلي، ما ينفعش تموديفاي فيها. وده اللي بيخلي اصلا فكره الكونتينرز ريبروديوسبل وريوزبل بشكل سلس جدا. انا مش محتاج اكوبي كل مره كل حاجه، وفي الاخر انا عندي الكونتينر بتاعي في اللايرز بتاعتي الريد اونلي، ولما عاوز اغير حاجه بندخل في حته الابر دايره، وهنا بنعمل لاير اسمها رايتبل لاير اقدر اكتب فيها. ودي دوكر بيعمل لها كرييشن لما بعمل دوكر ران، يعني اول ما برن كونتينر من سبيسيفيك ايمج بيعمل لي رايتبل لاير. ليه؟ هي دي اللي بتسمح لي ان انا ايه اقدر اموديفاي، اد اديليت فايل. طيب ايوه، يعني برضو ده بيحصل ازاي في الباك جراوند، او ده شغال ازاي برضو في مثال عملي يعني. دلوقتي هنفترض ان انا الدوكر ايمج بتاعتي مثلا اول كوماند ان انا مثلا نزلت اوبونتو ايمج بتاعت لينكس، وبعد كده تاني كوماند عملت انستول لكيرل، بعد كده تالت كوماند عملت اد او كوبي يعني لفايل وعملت فيه موديفاي.
لما بعمل دوكر بيلد هنا انا بدول بعمل الايمج اللي هي read only layers. خلاص اللايرز دي ما ينفعش اغير فيها حاجه او ابوظها، خلاص طالما الايمج طلعت بالبلو برنت دي. بس انا مثلا بعد ما عملت دوكر ران للايمج دي عمل لي زي ما بنقول ايه الرايتابل لاير اللي فيها لو انا مثلا بكوماند بدوكر اكسكيوت عايز اكسكيوت مثلا باش كوماند جوه الكونتينر وحبيت ان انا اعدل في الفايل اللي هنا ده، ايه اللي بيحصل؟ لو انا حبيت ان انا اموديفاي اكشن الموديفاي ده اكشلي هو ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه اسمها كوبي اون رايت، كوبي اون رايت او COW لو شفتوها في حته يعني. فكره الكوبي اون رايت معناها ايه؟ معناها تمام انت عايز دلوقتي تعدل في فايل المفروض ان هو موجود في اللور دايركتوريز في الريد اونلي لايرز، فهتعمل ده ازاي؟ بس انت عندك رايتابل لاير. فاللي بيحصل ان الدوكر بياخد كوبي من الريد اونلي ويوديها فين؟ في الرايتابل لاير. فالتعديل بيحصل في الرايتابل لاير مش بيحصل في الريد اونلي. فلما بتيجي تقارن تيجي تبص على الديفرنسز اللي حصلت ما بين الايمج وما بين الكونتينر راننج هتلاقي ان الفايل هنا same as it is زي ما كان لنفس الفاليوز اللي كانت فيه في الاول. الفرق ان في الكونتينر بتاعك انت اللي راننج دلوقتي الفاليو اتغيرت بس انت غيرت فيه الرايتابل لاير. بدليل انت لو جربتها وعملت خلاص ريموف للكونتينر ده وجيت انسبكت الايمج هتلاقي الفايل ما اتغيرش لان هي ريد اونلي. فوقت الموديفاي بيحصل فكره الكوبي اون رايت، وده كونسيبت مهم قوي ان انت في الاخر الايمج بتاعتك طالعه بحاجات معينه عايز تعدل فيها، انت بتعدل في الرايتابل لاير ودي مش بيرزيستنت الا لو انت عايز فكره الداتا بيزز. مش بنستخدم بقى، انت ممكن تمشي نفسك في كانك عندك داتا بيز بالرايتابل لاير، ولكن دي ephemeral في الاخر فوليوم مش بيرزيستنت. عايز تعمل حاجه شبه الداتا بيز بتروح حاجه اسمها بيرزيستنت فوليوم، فكره الدوكر فوليومز، ودي ممكن نتكلم عليها في ابسود تانية. ولكن فور ناو انا اقدر اعمل الكونسيبت ده في الرايتابل لاير والاقي اللي تشينجز فعلا اتعملت في اللاير دي، ودي اللي هي الابر لاير اللي بنسميها الابر لاير، ودي اللي ممكن تتموديفاي عادي انما اللور لايرز لا. وده الكونسيبت بتاع الاوفرلاي فايل سيستم، ان انت عندك اللور والابر ففي الاخر الميرجد فيو ده هو ده اللي الكونتينر شايفه كالفايل سيستم بتاعه، بس يقدر يعدل ازاي ويعمل ازاي زي ما شرحناها فكره الكوبي اون رايت. طب لو انا عايز اريد فايل، يعني الكونتينر ده عايز يريد فايل، بيقرا فايل معين، بيعمل ايه؟ بيمشي توب تو بوتtom. يعني هيشوف هل الفايل ده موجود في الابر في الرايتابل لاير بتاعتي ولا لا. لو مش موجود هيبص عليه في اللور لاير اللي هي الريد اونلي. هو ده الفايل سيستم اللي هو يقدر يشوفه اصلا. لو انت عايزه يريد فايل هو مش هيدور غير هنا، هو مش هيدور في الهوست ماشين كده كده. طيب ده الريد. والرايت قلنا هيعمل ايه؟ قلنا بيعمل كوبي اون رايت، هيكوبي من اللور فيرجن ويحطها في الابر ويعدل في الابر. طيب ما اتكلمناش عن الديليت. في الديليت بيعمل حاجه لذيذه قوي، هو بيمارك الفايل في الابر لاير ان هو ما يبقاش، ان هو يحصل له ايه، يبقى هيدن وما اقدرش اشوفه في اللور لاير، بس هو موجود يعني هو ما اتمسحش من اللور لاير، ولكن انا في الابر بماركه كده بعمل له وايتنج ان هو كانه مش موجود يعني، فانا ما بقدرش اشوف. فكانك وانت بتكسكيوت انت حاسس ان هو اتمسح بس اكشن انت ما عدلتش في الايمج نفسها. هو ده الفكره الاساسيه، ان انت مش بتعدل في الايمج نفسها، انت دايما بتعدل في الفيو اللي يخصك اللي هو ايه، الرايتابل لاير دي اللي فيها تقدر
لو انا هريد فايل بيبص فيها الاول، بعد كده يرجع يجيب من اللور لو مش لاقيها. ولو هرايت باخد كوبي من الفايل ده من اللور للابر، وبعدل في الابر اللي هي الرايتابل لاير. ولو بمسح فانا بيبقى عندي زي فلاج كده للفايل ده في الابر لاير، بقول له انا ده اللي انا مش عاوز ابقى بشوفه، فبيخفيه من اللور لاير. فانا لو جربت اريده مش هلاقيه، جربت اعمل له ريد مش هلاقيه، خلاص هو كانه بالنسبه لي اتشال، بس هو ما اتمسحش ولا حاجه من اللور لاير. اللور دي اللي هي الايه تاني عشان نبقى دايما فاكرين، دي اللي هي البيز بتاعي اللي هو الريد اونلي لايرز. الريد اونلي لايرز اللي اتعمل بيها بيلد للايمج اصلا للبلو برينت بتاعتي. اوكي طيب احنا دلوقتي هنروح على ان احنا نعمل ديمو عملي هنطبق فيه بالظبط نفس اللي احنا اتكلمنا فيه ده هنا، نشرح اكتر الاوفرلاي فايل سيستم بتاع دوكر شغال ازاي، وازاي حته انه في ايزوليشن تام ما بين الفايل سيستم بتاع الكونتينر والفايل سيستم بتاع الهوست. مستحيل ده يعدل في ده. هي كل الفكره انه الفايل سيستم بتاع الكونتينر بتاعي بتعمل له ماونت في باث معين في الهوست ماشين، يعني هو في باث على الهوست ماشين ده اللي موجود فيه الفايل سيستم بتاع الدوكر كونتينر بتاعي، ولكن ده ما بيأثرش على الهوست ماشين خالص في حاجه، ملوش علاقه خالص بالفايل سيستم بتاع الهوست ماشين انه يضره في حاجه. هو في الاخر ماونتد على الهوست، لازم يبقى ماونتد في حته. هو في الاخر هو فعلا الحاجه دي موجوده بس تبقى ماونتد في حته. اوكي فتعالوا نروح على البراكتيكال ديمو ونكمل الابيسود بتاعتنا. يلا بينا. اوكي طيب احنا هنا جوه فيجوال ستوديو كود، ده الدوكر فايل اللي هيبقى بالنسبه لنا هنجرب عليه الديمو بتاعنا. سيمبلي انا بستخدم هنا ايمج من اوبونتو، وبعد كده بانستول كيرل، وبعد كده بكوبي الفايل اللي اسمه message.txt اللي هو اسمه hello from the image layer، بعمل له كوبي جوه الايمج في الباث /app/message.txt، وبعد كده بكريت فايل اسمه version.txt جوه الاب فولدر بيبقى كاتب فيه app version 1.0. ده اكزامبل بس عشان نشوف اللايرز اللي هتحصل لها كرييشن وانا بعمل بيلدينج للايمج، وازاي لما اعمل رن فين بقى فكره الايزوليشن في الفايل سيستم. ان انا لما بعمل تشينج في الفايل انا مقارنه بالبيز او باللايرز نفسها اللي هي الريد اونلي انا ما غيرتش حاجه، انا بغير في الرايتابل لاير اللي هي ليها علاقه بالكونتينر اللي راننج من الايمج، انما ما عدلتش في الايمج نفسها. فده هنشوفه. انا عملت شويه كوماندز بميك فايل. هنا ميك فايل هو شبه الباش سكريبت كده. كوماندز دي منها ان انا ابيلد الايمج، منها ان احنا نقدر نانسبكت ونبص على اللايرز، وبستخدم فيها ثيرد بارتي تول اسمها دايف. والرن فيها ان انا بشوف الاوفرلاي فايل سيستم ده بيحصل له ماونتنج فين. زي ما قلنا في الاخر ان انا الفايل سيستم بتاع الكونتينر بتعمل له ماونتنج على الهوست ماشين. وبعد كده هعمل رايت، فالرايت زي ما احنا قلنا هو في الاخر بياخد كوبي من الفايل اللي انا عملت كنت حاطه في الريد اونلي لايرز، والكوبي دي هي اللي انا بقدر اعمل فيها الرايت، هي اللي بعمل فيها الموديفاي. وده هيبان بالدوكر ديف كوماند ان انا اقدر اشوف الديفرنسز اللي حصلت لما عملت الرايت. وحته الايزوليت الكوماند ده انا عامله بس عشان نقدر نقارن ما بين الكونتينر عنده المسج دوت تكست فيها ايه كومبيرد بيه الايمج الاساسيه، عشان نتاكد ان الايمج الاساسيه فعلا ما حصلش فيها اي تشينج، لان الاثنين فعلا ايزوليتد 100%. وبعد كده الكلين عشان اقدر اريموف الكونتينرز والايمج من عندي لوكال. اوكي فانا هرن الكوماند دي دلوقتي في التيرمينال. تعالوا نبص على الاوتبوت مع بعض. اول كوماند اللي هو make setup ده بيبيلد الايمج مش اكتر من كده، فببيلد الايمج والتاج بتاعها الدوكر لايرز ديمو. اوكي تعال نتفرج على اللايرز اللي اتعمل لها كرييشن. فهنرن ميك لايرز ونتفرج على اللايرز اللي اتعملت. خليني كده زوم اوت شويه عشان بس نبقى شايفين الى حد ما كل حاجه. اوكي طيب هتلاقوا هنا دي التول دي اللي هي اسمها دايف، بتديني تو فيوز. يعني بتديني اول فيو على الشمال اللي هو اللايرز، واللي على اليمين ده اللي هو الفايل سيستم.
فانا هنا بقدر اتريفرس من اللايرز، فهلاقي ان اول لاير دي هي اللي فيها الحاجات الخاصه بالايمج كلها، وفي الاخر ده اوبونتو ايمج، فكاني انا على لينكس ماشين. يعني دي الدايركتوريز اللي بتبقى موجوده على لينكس هوست على طول. لما نيجي نبص على اللاير اللي بعدها، انا عملت انستول للكل، هتلاقي ان حصل فعلا موديفيكيشن. هو هنا عمل انستول لحاجات في الاي تي سي فولدر، وعمل انستول لحاجات في الفار واليوزر. اللي بالاصفر ده موديفايد، والاخضر ده لسه فايلات جديده اتعمل لها اد في الايمج. اوكي. وهنلاقي اللاير اللي بعدها اللي انا كنت بعمل فيها كوبي للمسج دوت تكست اللي عندي لوكال واحطه جوه الكونتينر. فهتلاقي حتى هنا باين هنا في الفايل تري انه انت هنا زودت دايركتوري جديده في اللاير في الايمج، وجواها المسج دوت تكست. وبعد كده اخر حاجه الفايل التاني اللي هو بتاع الفيرجن دوت تكست، فهنا بيقول لي انت عملت موديفاي للدايركتوري ده وحطيت فيه فايل جديد اسمه فيرجن دوت تكست. الميزه في التول دي بتقول لك السايز بتاع كل لاير. اول لاير هنا 70 ميجا بايت، ودي اللي هي الانيشال اللي هي من اوبونتو. وبعد كده تاني واحده بتاعت الانستول للكيرل 6 ميجا. وبعد كده الباقيين بتاعت التو فايلز 28 بايت و16 بايت. فهي التول دي لذيذه قوي، توريك اللي حصل وانت بتبلد الايمج، شكل اللايرز معمول ازاي. وفي الاخر هو فكره الستاك، فكره انت عندك كذا لاير فوق بعض، اوكي، بيكونوا لي في الاخر الفايل سيستم اللي الكونتينر قادر يشوفه وقادر ينتراكت معاه. فهيلفل قوي التول دي اللي عايز يستخدمها ويفيجوالايز بيها اي دوكر ايمج بيعمل لها بيلد. اوكي. احنا شفنا الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها من التاني كوماند اللي هو بتاع ميك لايرز. تعالوا دلوقتي نعمل رن لكونتينر من الايمج دي. فهنا احنا عملنا رن، فزي ما بتشوف انا هنا بعمل رن اهو في الديتاتشد مود وانتراكتيف للايمج اللي اسمها دوكر لايرز ديمو، ومسمي الكونتينر ده لايرز ديمو، وبرنه في باش مود. فهنا نتاكد ان عمل الرايتبل لاير اللي هي الابر دايركتوري دي اللي ليها اللوكيشن على الهوست ماشين بتاعتي. يبقى انا في الاخر الرايتبل لاير اللي هو بيعملها وانا برن الكونتينر من الايمج، وهي دي اللاير اللي انا اقدر اعدل فيها زي ما اتكلمنا في حاله الريد والرايت والديليت. والدوكر انسبكت هنا انا في الاخر عايز اشوف هو الباث بتاع الابر دايركتوري اتحط فين على الهوست ماشين. هنلاقيه اتحط في المكان ده، والمكان ده عشان انا شغال على ماك او اس، فهو في العادي لو انا شغال على لينكس ماشين هيوري لي الباث ده فعلا على الماشين بتاعتي. بس لو هنا الباث ده بيريفير لي دوكر ديسكتوب لينكس في ام، الدوكر ديسكتوب الابلكيشن اللي انا بنزله على الماك عشان اقدر اشتغل بالدوكر سي ال اي والدوكر ديمون. فهو موجود في اللينكس في ام الخاصه بالدوكر ديسكتوب، لان في الاخر كل ده شغل وفيتشرز لللينكس مش ماك. فده الباث في الفي ام بتاعتها. واوفرلاي تول اللي احنا شايفينها ده ستورج درايفر ليه علاقه بدوكر، وهو اللي عنده الكابابيلتيز بتاعت ان انا اقدر using stack of layers upper ولور او lower وابر اقدر اوصل ليه يونيفايد فايل سيستم الكونتينر بتاعي شايفه ويقدر ينتراكت معاه. فانا عملت كده ران للكونتينر. طيب عايزين نعمل تشينج في الرايتبل لاير، فهنعمل ميك رايت. هنلاقي هنا ايه؟ انا كل اللي انا عملته ان انا عملت اكسكيوت للكونتينر بتاعي في الباش، وكل اللي عملته ان انا عملت اكو، كتبت يعني السطر ده موديفايد باي كونتينر في الفايل اسمه مسج دوت تكست. لو فاكرين مسج دوت تكست الاوريجينال كان مكتوب فيه ايه؟ hello from the image layer. فانا هنا كتبت modified by container عشان اقول لك انه انا هنا بعدل في الرايتبل لاير اللي هي الكوبي اون رايت. اخدت كوبي من المسج تكست وعدلت عليه في الرايتبل لاير، انما مش في الايمج نفسها. اتاكد ازاي؟ اقدر هنا using الدوكر ديف كوماند ده بيوريني الكوبي اون رايت دلتا اللي حصلت في الرايتبل لاير. ايه اللي حصل في الرايتبل لاير في الكوبي اون رايت دلتا مختلف عن الايمج لاير؟ ايه اللي حصل في الابر دايركتوري مقابل الايمج لاير او اللور دايركتوري؟ فتلاقي هنا طلع لي فعلا انت عملت موديفاي في الاب دايركتوري، عملت موديفاي في الفايل اسمه مسج دوت تكست. فده بيوريني فعلا ان الرايتنج او الموديفيكيشنز بتحصل في الرايتبل لاير من الكونتينر. اوكي. طيب ميك ايزوليت لو فاكرين هي دي اللي بتعمل لي كومباريزن. يعني اللي فاتت اكدت لي شويه الفكره. تاني واحده ميك ايزوليت بتقول لي بقى الكونتنت نفسه. هتلاقي هنا ان انا في الكونتينر لما عملت كات للفايل ده
لقيت المسج اللي جواه موديفايد باي كونتينر، انما جوه الايمج بتاعتي لما جيت ابص على الفايل ده لقيته انه ده الاصلي hello from the image layer. لما عملت run لكونتينر جديد من الايمج وشفت اللي كان الفاليو اللي كانت موجوده دي الفاليو القديمه لان ده كونتينر جديد، انما اللي فاتت دي اللي انا كنت كتبت بيه، ده اللي انا كنت غيرت في المسج، فعملنا اكسكيوت للكات كوماند ده عشان اقدر اشوف الفاليو اللي موجوده. فده بيوريك ان في كومبليت ايزوليشن، مفيش حاجه انا بعملها على الكونتينر ليفل بتاثر على الريد اونلي ايمج لايرز. واخر كوماند انا بس هكلين، فهنعمل ميك كلين، مفيش اكتر ان هو هيشيل الكونتينر بقى والايمج اللي احنا عاملينه. فيبقى الديمو ده سيمبلي احنا شفنا فيه ان انا ازاي ببيلد ايمج من الدوكر فايل، وازاي اقدر اتفرج على اللايرز واشوف ازاي ده بيماب فعلا للفايل سيستم اللي الكونتينر بيشوفه اللي بيتكريت يوزنج الاوفرلاي فايل سيستم كونسبت، وان هو بيشتغل بفكره ان انت عندك لايرز اون توب اوف ايتش اذر، عندك اللور اللي هي الريد اونلي وعندك الابر اللي هي الرايتبل. والرايتبل دي زي ان هو هي دي اللي بتتكريت لما بران كونتينر من الايمج، وبيها اقدر اعمل الريد. ولو بعمل ريد هو بيبص الاول في الابر، ما لقاش بيبص في اللور اللي هو الريد اونلي، لان هو ده الميرجد فيو اللي يقدر يبص فيه. لو بيعمل رايت فبيعمل فكره الكوبي اون رايت، بيكوبي من اللور للابر وبيعدل هناك في الابر. فبالتالي لو مسحت ده الايمج بتاعتي ما حصلهاش اي تشينج لان هي ريد اونلي اصلا. وفكره الديليت ان هو بيمارك الفايل ده ان هو مخفي عشان ما بقاش شايفه جوه الكونتينر، ولكن في الايمج هو فعلا موجود. اوكي، شفنا الكونسبتس دي وقدرنا نتاكد عن الكلام ده كمان في الديمو اللي احنا عملناه. بس كده احنا النهارده خلصنا الابيسود بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. ولو حد مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب لو انت عاجبك النوع ده من الكونتنت، واستنوني ان شاء الله يوم السبت الجاي. سلام.